يلا بينا نحضر ماتش الزمالك والاسماعيلي في اخر بلاد المسلمين تاني. طبعا هنتكلم على الجمهور، بس لما بقعد اقارن بين الاهلي والزمالك الناس بتقعد تقول لي اصل انت زملكاوي اصل انت اهلاوي. انا هوريكم النهارده جمهور الزمالك وجمهور الاهلي كان امبارح عامل ازاي، والاثنين يعني نفس الموقف تقريبا. انت بتتكلم في ان الماتشين في استاد السلام، ماتش يوم الخميس ماتش يوم الجمعه، كل الظروف شبه بعض، حتى الجو برد يا راجل في اليومين زي بعض. وشوف انت الفرق بينك واحكم بين الاهلي كان عامل ازاي امبارح والزمالك عامل ازاي النهارده. كمان حتى ذكرى ال 74 وذكرى ال 20 بتوع الزمالك الاثنين في اوقات متقاربه. شوف جمهور الزمالك عمل ايه النهارده مع ذكرى ال 20 وجمهور الاهلي عمل ايه امبارح مع ذكرى ال 74. يعني بص معايا جمهور الزمالك النهارده قد ايه، كل ده جمهور الزمالك، الثالثه يمين كلها تقريبا متقفله جمهور الزمالك. روح شوف بقى جمهور الاهلي في فيديو الاهلي بتاع امبارح كان قد ايه. شوف جمهور الاهلي امبارح كان عمل ايه في الذكرى بتاعت 74، وشوف دخل جمهور الزمالك النهارده في ال 20 كانت عامله ازاي. ده حتى يا راجل بص حاطين ال 74 بتوع جمهور الاهلي معاهم النهارده جنب ال 20 بتوعهم في الاستاد. ده حتى يا اخي النظام بتاعهم في اللبس هتلاقي كلهم لابسين اسود عشان يحيوا الذكرى النهارده. الاول الزمالك والمدرجات نار. سايد انت حاجه بقى ممكن تعملها في حياتك انك تحضر ماتش لفريقين جماهيريين. يعني ده جمهور الاسماعيلي النهارده عددهم مش كبير بس صوتهم موجود تقريبا قد جمهور الاهلي امبارح. ايه الغشوميه دي؟ طرد. يا خبر ابيض، الماتش من الدقيقه 85 هيولع بسبب الطرد اللي حصل للزمالك. الجول الثاني عالمي. اكيد زمالك واسماعيلي، الزمالك كسبان، الجمهور هيغني للمانجا. هو الماتش واقف انا مش عارف ليه، بس الفرقتين واقفين بعد الجول الثاني مش عارف ايه السبب. خلص الماتش اللي سخن اخر 10 دقايق قوي، وجمهور الزمالك دلوقتي سخن هو كمان. يلا بينا على مؤتمر بروس. هل ممكن يبقى في اي قرارات تأديبية ضد ناصر ماهر، خصوصا ان هو لاعب عنده خبرات كبيره ولسه راجع اصلا كمان من اصابه من فتره طويله؟ هو لسه ما اتكلمش معاه. So tomorrow Saturday is going to explain. وبس كده الحمد لله.